السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أبناء الطلاب في درس من دروس قواعد اللغة العربية للصف الخامس العلمي. تكلمنا في دروس سابقة عن التوابع، وقلنا أن التوابع هي النعت والعطف والبدل والتوكيد. وتكلمنا عن النعت وقلنا النعت يقسم على قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. والحقيقي أنواع، قد يأتي مفردا، وقد يأتي جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة. وذكرنا أن الأصل في النعت أن يكون مشتقا وقد يكون جامدا. ثم ذكرنا العطف، وقلنا جملة العطف تتكون من المعطوف عليه يأتي أولا، ومن حرف العطف، ومن المعطوف. وحروف العطف كثيرة، منها الواو والفاء وثم وأو ولا وبل وأم وغيرها. أما اليوم فمحاضرتنا عن البدل. يعرف البدل بأنه تابع يسبقه اسم يسمى المبدل منه يفسره البدل، وهو المقصود بالحكم، ويأخذ حكمه في الإعراب أي يتبعه. والبدل أنواع: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال. أولا بدل كل من كل، ويسمى أيضا البدل المطابق، أي أن البدل يساوي المبدل منه. فلو قلنا مثلا أعجبت بالطالب خالد، فهنا البدل خالد هو نفسه المبدل منه الطالب، إذن هنا مساواة بين البدل والمبدل منه. الأمثلة على النوع الأول: قال الله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هنا البدل رب موسى، المبدل منه رب العالمين، نوعه بدل كل من كل أو بدل مطابق. إعراب البدل: ربي بدل مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وموسى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. مثال آخر: قال الله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هنا البدل الكواكب، المبدل منه زينة، نوعه بدل كل من كل. إعراب الكواكب: بدل مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة. ولماذا مكسور؟ لأنه يتبع المبدل منه، أيضا المبدل منه زينة، فما دام أن المبدل منه مجرور إذن البدل أيضا مجرور. مثال آخر: قال الشاعر: إن النجوم نجوم الأرض أصغرها في العين أذهبها في الجو إصعادا. البدل هنا نجوم الأرض، المبدل منه النجوم، نوعه بدل كل من كل، بدل مطابق. إعراب نجوم الأرض: بدل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والأرض مضاف إليه مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة. ملحوظات: أولا لفظة ابن الواقعة بين علمين تحذف ألفها وتعرب بدلا مطابقا. مثال ذلك: اتبعت النبي الرسول محمدا ابن عبد الله. فهنا محمدا ابن هنا وقعت بين علمين، بين محمد وعبد الله، فتحذف ألفها وتعرب بدل مطابق. فنقول ابن بدل منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وعبد الله مضاف إليه مجرور. ثانيا الاسم المعرف بال، الاسم المعرف بال بعد اسم الإشارة يعرب بدلا مطابقا. مثال ذلك الكتاب لا ريب فيه. فكلمة الكتاب اسم معرف بال وقع بعد اسم الإشارة ذلك، يعرب بدل هنا بدل كل من كل، مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال الشاعر: وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثيابه. هنا لدي الناس اسم معرب بال وقع بعد اسم الإشارة هذا،
فيعرب بدل. إعرابه بدل كل من كل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولماذا مرفوع؟ لأن المبدل منه هذا اسم الإشارة مرفوع، فهذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسم صارة، لأن صار من أخوات كان ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر. ثالثا الاسم الواقع بعد أيها أو أيتها إن كان جامدا فهو بدل، وإن كان مشتقا فهو نعت. إن كان جامد فهو بدل، وإن كان مشتقا يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، يكون نعتا. مثال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هنا لدي كلمة النفس لفظ أو كلمة جامدة وقعت بعد أيتها فتعرب بدل. والمطمئنة صفة للنفس. ثانيا بدل بعض من كل. يكون البدل في هذا النوع جزءا وبعضا من المبدل منه، ولا بد أن يتصل البدل بضمير يعود على المبدل منه، وهذا الضمير قد يكون متصلا بالبدل أو يكون الضمير مستترا أو يتصل بشيء يعود على المبدل منه. الأمثلة: إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فهنا البدل قلبه، مبدل منه أصغريه، نوع البدل بعض من كل. إعراب قلبه بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. مثال آخر: قال الله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. السؤال: ما الحركة المناسبة لنصفه معللا؟ الفتحة. الجواب: الفتحة. نصفه لأنه بدل، والبدل يتبع المبدل منه في الإعراب. فكلمة قليلا منصوب لأنه مستثنى منصوب، إذن البدل أيضا يكون منصوبا. مثال آخر: ثم عموا وصموا كثير منهم. البدل كثير، المبدل منه الواو في صموا، نوعه بدل بعض من كل. ثالثا بدل اشتمال. يكون البدل هنا جزءا من المبدل منه لكنه جزء غير حقيقي، والبدل يتصل بضمير ظاهر أو مقدر. الأمثلة: أعجبني الطالب خلقه. أعجب فعل، والنون نون الوقاية، الياء مفعول به، الطالب فاعل. خلقه بدل اشتمال. نلاحظ أن خلقه جزء من الطالب لكن ليس جزءا حقيقيا. لو قلت مثلا أعجبني الطالب عينه لكان بدل بعض من كل. مثال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. وهنا الشهر يشتمل على أي شيء؟ يشتمل على القتال، فهنا البدل قتال، المبدل منه الشهر، ونوعه بدل اشتمال. فقتال ليس جزءا من الشهر، لأن الشهر مشتمل على أيام، مشتمل على ساعات، أما القتال ليس جزءا حقيقيا. إعراب قتال بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. هنا لدي تابعان: الأول الحرام صفة، والثاني قتال بدل. مثال آخر: قال الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. الأخدود هو الشق في الأرض، شق كبير، يشتمل هذا الأخدود، اشتمل على النار، فالبدل هنا النار، والمبدل منه الأخدود، ونوعه بدل اشتمال. إعراب النار بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لدي في هذا المثال في النص الكريم تابعان: الأول النار بدل اشتمال، والثاني ذاتي نعت حقيقي جامد.
مثال آخر قال الشاعر: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرة. بلغنا السماء مجدنا، فكلمة مجدنا بدل من النا المتكلمين في بلغنا. البدل هنا مجدنا المبدل منه الضمير النا في بلغنا. ملحوظات: لا يشترط أن يتطابق البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير. مثال ذلك: لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة، فكلمة ناصية بدل من الناصية. نلاحظ أن ناصية نكرة والناصية معرفة، إذن هنا لا يشترط. وفي هذا المثال وفي هذا النص الكريم لدي أيضا تابعان: الأول بدل ناصية، والثانية صفة كاذبة، وهنا الصفة النعت مفرد مشتق. ثانيا قد يبدل الاسم الظاهر من الضمير كما في المثال الذي ذكرناه سابقا، قال الله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم، فلدينا البدل كثير ولدينا المبدل منه الواو في صموا، إذن هنا أبدل الاسم الظاهر من الضمير. ثالثا قد يكون البدل فعل، والفعل مع فعل، أو شبه جملة مع شبه جملة، أو جملة مع جملة، أو مفرد مع مفرد. ورابعا وهذا مهم، قد يأتي البدل في الاستثناء. أي استثناء؟ استثناء تام متصل منفي، تام متصل منفي. مثال ذلك: لا إله إلا الله، فكلمة الله هنا بدل بعض من كل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين المبدل منه؟ المبدل منه لا واسمها، لا واسمها، هنا المبدل منه بدلا من لا واسمها. لا إله إلا هو، أيضا هو ضمير منفصل مبني في محل رفع بدل بعض من كل. أين المبدل منه؟ لا واسمها، لأن انتبه اسم لا الذي هو إله أصله مبتدأ، قبل دخول لا النافي للجنس هو مبتدأ، لما دخلت لا النافي للجنس أصبح اسم لا مبني، وإلا فهو أصله مبتدأ مرفوع. إذن نذهب إلى الأصل. مثال آخر: ما فعلوه إلا قليل منهم. انتبه إلى الإعراب، نأخذ إعراب مفصل. ما نافية غير عاملة، فعلوا فعل مضارع مبني على الضم، الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الهاء مع الفعل في محل نصب مفعول به، إلا أداة استثناء ملغاة، قليل بدل بعض من كل مرفوع، علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. أين المبدل منه؟ الواو في فعلوا، الواو في فعلوا. إلى هنا نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.